السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما حد ينصحكم في الفيديو أو يعطي رأيه سواء في المحل بعد ما يستقبلكم أو في الفيديو، يقول لكم مثلا نفضل تاخذوا هذا لأني أنا مجربه. بعيدا عن باقي الشركات أو باقي المحلات، لكن نحكي عن شركة فرنسي خصوصا. شركة فرنسي الموظفين كلهم بالصاحب الشركه بكل يستخدم في المنتجات هذينا والعطور هذينا، فعشان هيك يعطي في رايه بكل اريحيه وبكل ثقه. في كم زبون عقب على الثقه الزايده عند موظفين فرنسي، يحكي بثقه حتى ما بنقول لهم اسعاركم غاليه وكذا، يقول بالعكس مقارنه بجوده المنتج واداء المنتج وقوته وثباته وغيره، سواء عطور او منتجات بصفه عامه، معطرات، حاجات جسم كذا، السعر رخيص والسعر مناسب للناس كلهم. فيقول لك واو ثقة زايدة يعني. بالعكس الشيء اللي نفخر به نحن كشركة فرنسي، وندو بكل صراحة وصدق، لأن شعارنا الوحيد واللي أنا ننبه عليه كل حد بالذات موظفين فرنسي و اللي في العمل بصفة عامة، أن يكونوا صادقين مع الزبون حتى في استخدامك للشيء. فبعد ما نقول لك البخور هذا راهو جودته ممتازه وجربته وراهو يثبت كذا وممتاز بكل، بعد ما يجيك ضيوف، بعد ما نقول لك ان مثلا زي اليوم اللي بنحكي لكم انا على عطر ليبغ في سان لورون، طبعا هو نسائي بس انا ديما نعطي فيه الجنسين عادي. وبعد ما نحكي لكم على مثلا عطور ولا كريم ولا كذا، بنحكي لكم عن تجربه شخصيه، لكن برضو ديما ننبه عليه ان راهو التجربه هذه مرات ما تصدفش معك. ليش؟ لان قلنا مسامات الجسم مختلفه من شخص لاخر، طبيعه العمل مختلفه من شخص لاخر، طبيعه الطقس وهكذا. يعني بالذات شركه فرنسي خذوا نصيحتهم، ما تقولوش تقولوا لا ان هذه ما بيبيعوا خلاص، هذه مركز لكم عليها ان لا هم بيبيعوا خلاص وبيبيعوا بيمشوا حاجتهم، نو. بعد ما يقول لك صدقيني جربي هذه مش حتندمي، خذ هذا وراه ثباته فوحانه كذا، استعمل الكريم هذا بس وادعي لي. الكلام هذا راهو بالعكس تفرح به انت المفروض كزبون، تفرح به، تفرح بالثقه هذه، لنا لو نلقى واحد يبيع واثق من حاجته حنشتري منه طول، بالعكس ما يخوفش الشيء هذا، فهمتوا علي؟ ما يخوفش، واثق من حاجته، واثق من نيته، وعن تجربه يقول لك ما انت اشتري طول وانت مام. المهم ديما انا الفتره الاخيره حكيت لكم عن نوتة البرتقال والبرتقال بصفه عامه والمندلين وقشور الحمضيات بصفه عامه، راهن بالذات جو القبلي اليوم، بالذات جو الحامو اليوم ابداع بك. اليوم عن تجربه استخدمت من الجهه اليمين ليبغ في سان لورون، ومن الجهه اليسار ديور هوم سبورت، من اجمل الاصدارات عندي، مع انها ثباتها مش واجد وفوحانه لكن مش عادي، مريح بكل. استخدمت المكسره مع طابع قابل هدرت في الجسم لوشن شيري، تمام، ريحته كرز، زهور، فيه نوتة فروتية اكثر شيء، وشويه حلو وشويه حلاوه. المكسره مع التمارين بالذات، شوفوا جو اليوم قبلي وكذا، مع التمارين فاح بطريقه ما تصفاش عقلك، لان النوتات الحمضيه بصفه عامه يفوحن في الحراره، ركزتوا؟ يفوحن في الحمو. فنصيحه لما تلقوا جزء من مكونات العطر في برتقال، في قشور برتقال، في برتقال حلو زي ديور هوم وانتنس، في برتقال الحلو اللي الحمر اللي لونه حمر من جوا، فيه قشور برتقال، فيه زهره نيرولي هي زهره برتقال، فيه لافندر، فيه مسك ابيض. خذوا طول، نصيحه يعني. بالنسبه ليسرى السعر، هذه اسعار طبعا عطور ديزاينر، ننصحك انه ديما في الصيف خذوا عطور ديزاينر، ما تاخذوش نيش، ما تاخذوش الترا نيش، لان شويه ثقال، شويه طابعها المختلف ومش اي حد يفهمه. هذينا ب 30 مللي ب 25 دينار الوحده، والكريم شيري ب 20 دينار. يومكم سعيد.